السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي روائع التاريخ الإسلامي، أبى أهل المدينة إلا قتال مسلم ومن معه. عند هذا وصلنا في المرة السابقة. عندما انتهى مسلم بن عقبة المري من المدينة، اتجه بجنده نحو مكة يريد عبد الله بن الزبير، وخلف على المدينة روح ابن زنباع الجذامي، ولم يقطع مسلم مسافة حتى نزل به الموت، فتولى أمر الجند بعده الحصين بن نمير السكوني حسب وصية يزيد بن معاوية، فسار إلى مكة، وقد بايع أهلها والحجاز كله عبد الله بن الزبير، فقاومه ابن الزبير وقتل من أصحابه المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وأخوه المنذر بن الزبير، واستمر القتال بقية المحرم وصفر من سنة 64 للهجرة. وفي أوائل ربيع الأول قذف البيت بالمنجنيق وأحرق بالنار، ثم جاءهم نعي يزيد في مطلع ربيع الثاني، وقد توفي في 14 من ربيع الأول عام 64 هجرية. مبايعة عبد الله بن الزبير على الخلافة. توفي يزيد وأهل الشام يحاصرون أهل مكة وابن الزبير، ووصل الخبر إلى ابن الزبير قبل أن يصل إلى أهل الشام، فناداهم أهل مكة: لماذا تقاتلون؟ لقد هلك يزيد. فلم يصدقوهم واستمروا في قتالهم، فلما تأكدوا من النبأ توقفوا عن القتال. بعث الحصين بن نمير إلى عبد الله بن الزبير والتقى معه، وقال له: إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر، هلم فلنبايعك، ثم اخرج معي إلى الشام، فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم، فوالله لا يختلف عليك اثنان، وتؤمن الناس، وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك، والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة. ولكن ابن الزبير خشي من الذهاب إلى الشام، ولم يرغب في مغادرة مكة التي احتمى بها، وكان رأي الحصين أن هناك بالشام من يطالب بالخلافة، فماذا يكون موقفه؟ أما إذا ذهب عبد الله بن الزبير فإنه لن يطالب فيها أحد لمكانة ابن الزبير أولا، ولعدم وجود أبناء كبار ليزيد أو أحدا من أسرته يفكر بهذا الأمر. ولما لم يتفق ابن الزبير والحصين بن نمير، سار جيش الشام إلى بلدهم تاركين الحجاز مبايعا. اعترض بعض علماء المدينة على خلع يزيد بن معاوية والخروج عليه، ولم يؤيدوا من قام بالخروج، وقاموا بنصح إخوانهم واعتزلوا الفتنة، وكان أغلب هذا الرأي من أهل العلم والفقه في الدين. وفي مقدمة هؤلاء الصحابي الجليل والإمام القدوة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنيفة، والنعمان بن بشير الأنصاري، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله، خرجوا على الإمام رغم عظمتهم. كان مقتل الحسين ووقعة الحرة بالمدينة وحصار الكعبة بالمجانيق من أهم ما أساء لصورة يزيد بن معاوية رحمه الله. ولكن الرجل معذور، فقد كان الخليفة الشرعي ومن خرجوا عليه رغم عظم مكانتهم في الإسلام وسابقتهم فيه، بل وأفضليتهم على يزيد بمراحل، كالحسين وابن الزبير، وكذلك عبد الله بن حنظلة في هذا الموقف كانوا خارجين على الإمام الشرعي المبايع من جمهور المسلمين الأعظم. عهدان من القوة والجهاد. كانت تلك هي فترة القوة الأولى في العصر الأموي التي تحدثنا عنها سابقا، بينما جاءت الفترة الثانية بداية من عهد الوليد بن عبد الملك وانتهاء بعهد هشام بن عبد الملك. وقد تميز هذان العهدان بسيادة روح الجهاد. هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن. لصفحتنا على فيسبوك واشتركوا بقناتنا على يوتيوب.